بسم الله ما شاء الله، راجعه لكم وصفه حلوه جدا جدا. من غير ما هحلف ومن غير ما هقسم، جربوا الوصفه اللي انا هقول لكم عليها بالظبط وهتوصلوا لنتيجه ان شاء الله ان شاء الله هتبهركم وهترضيكم وهتدعوا لي دعوه من قلوبكم حلو قوي. فاول كلمه معاكم نصلي على رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي يا احلى متابعين في الدنيا؟ مش هقول قد ايه وحشتوني ولا قد ايه الكلام معاكم كمان وحشني، ولكن ان شاء الله ان شاء الله يعني ناويه ان شاء الله في كل مره بقول لكم نفس الكلام، ولكن بتحصل في الامور امور. ربنا ما يبعدني عنكم ابدا ولا عن شغلي ولا ابدا يبعدني عن تعبي في القناه ديت ابدا، ولكن بتحصل حاجات كتير قوي تخلي الواحد دايما يبعد عن شغله لفتره. ايه هي الظروف اللي بتحصل؟ ساعات الانسان نفسه ما بيبقاش هو كمان مدركها، ولكن هي الحمد لله على كل حال بتحصل. يلا نخش على الوصفه بتاعتنا ونشوف ايه اللي معانا بالظبط وايه اللي انا بطلعه من الكيس البلاستيك ده كله. هل سر الوصفه النهارده في الكيس اللي بطلعه؟ لا طبعا، سر الوصفه مش في الكيس اللي انا هطلعه اللي يطلع معايا، ولكن السر النهارده في النتيجه اللي هتحصلوا عليها بعد ما تجربوها شهر 30 يوم بالظبط. ما تبطلوهاش. انت بتروحي عند احسن دكاتره عشان تعالجي شعرك او شعر بنتك، علشان تشوفي او شعر ولادك عامه يعني، عشان تحصلي على نتيجه. هل لما بتروحي تكشفي بتاخدي ادويه، بعد ما بتاخدي الادويه بتاعت الدكتور اللي بيقولك عليها او الحاجه اللي بيقولك عليها الدكتور، بعدها باسبوع او بيوم او باتنين بتحصلي على نتيجه كويسه؟ لا طبعا، بتستمري على العلاج ده لفتره طويله لشهر او اكتر عشان تقدري توصلي لنتيجه ترضيكي. هنا بقولك اصبري على النتيجه في التجربه دي. هنا مش هتكلفك حاجه ومش مكلفه، والنتيجه مش مرضيه وبس، النتيجه فعاله فعلا. النتيجه والله العظيم مش عايزه اقولك اكيده 100%. جربتها عليا وعلى بنتي، وجربتها على كتير قوي من اهلي وناس كتير قوي جربوها. ايه اللي انا بحطه في الحله قدامكم ده؟ ده قشر تين شوكي. طبعا التين الشوكي حاليا منتشر جدا الفتره دي في الاسواق، على عربيات كتير. كل ما بتروحي في اي مكان بتلاقيهم موجودين على العربيات اللي موجودين في الشوارع. انت بتروحي تقولي له اديني شويه قشر من عندك، هو طبعا مش هيقول لك لا. هل هو مثلا سر؟ ابدا ما هو السر. هنا هقول لك على ايه كمان اللي انا بحطه. انا بحط معايا هنا كمان روزماري. بتحطي 3 معالق كبار روزماري، بتحطي 3 معالق كبار حبة البركة، بتحطي 3 معالق كبار رز ابيض، الرز المصري بتاعنا اللي هو العادي جدا، رز ابيض. كنت بوريكم هنا في الفيديو ايه الابيض وايه الابيض ده، رز ابيض. 3 معالق كبار جوز الهند. تمام. بتحطي كل المكونات دي على بعضها وبتغليها على النار. يبقى احنا حطينا روزماري، حطينا حبة البركة، حطينا كمان 3 معالق كبار قرنفل، 3 معالق كبار قرنفل. يبقى المكونات دي ما تنسوهاش، انا هنا قلت لكم عليها. حطيها على النار وبتحطي عليها قشر قشر التين الشوكي. هنا السر مش في مش في القشره بتاعته. انتوا تعرفوا فايده القشر التين. انا طبعا لما وصلت عايزه اوصل لنتيجته، عرفت ان هو ما بيعملش غير حاجه واحده بس، هو بيدي بس لمعان للشعره. يعني هو ما بيعملش حاجه غير انه بيلمع الشعر، يعني هو لا بيزود على طوله او كثافته او بيمنع تقصفه، لا هو بيلمع الشعر مش اكتر. تيجي هنا معايا انا حطيت جوز الهند علشان كمان يطري معايا الشعرايه. كمان حطيت لك رز ابيض مصري. الرز الابيض معروف انه فيه نشا كويس جدا جدا، بيفرد معاكي الشعر مش عايزه اقول لك ازاي. القرنفل المواد اللي قلت لك عليها دي كلها حاجات ممتازه جدا جدا، بتساعد على ان الشعر الاماكن الفاضيه بتطلع تاني، الشعر ما بيقعش معاكي، ما بيتقصفش معاكي، بتديكي نتيجه والله العظيم ممتازه. سيبي الوصفه تغلي 10 دقايق على النار، بعد كده تسيبيها تبرد، بعد كده بتصفيها، تاخدي العصاره بتاعتها. اي بخاخه عندك زمان وريتها لك، انا كان عندي بخاخه ازازه معطر، انت عندك اي بخاخ تاني، اي بخاخ تاني عندك استعمليها. لو عندك الكميه اكبر من الموجود حطها في ازازه بلاستيك وحطها في باب التلاجة. خلصي واستعملي. بتستعمليها مره الصبح ومره بالليل. طب انا هغسل شعري؟ لا، ما تغسليش شعرك غير في المعتاد بتاعك اللي انت معوده تغسلي شعرك، اللي هما المرتين في الاسبوع او المره في الاسبوع لغسيل الشعر، ما زيدوش عن كده. وحمام الكريم بتاعك عشان يطر الشعر ويرطب معاكي، والمواد اللي انت بتستعمليها لشعرك، الشامبو بتاعك. لو انت شاطره كمان وعايزه تسمعي كلامي، تجيبي ازازه الشامبو بتاعك، اي نوع شامبو، هتحطي عليه كمان قرنفل وهتحطي عليه كمان حبة البركة، وتضربيهم في الخلاط وتستعمليه مع الشامبو. مع الشامبو كمان حلو جدا 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 كمان.
تمام. هنا خلاص انا بقول لك النتيجه هنا ممتازه جدا. ادي الميه بتاعتي اللي صفتها، طبعا العصاره بيترمى ما عادلهاش اي لازمه خلاص. وبتصفيها وبتحطيها على شعرك وبتوصليها للجذور بتاعه الشعر، وبتبداي تفركي الشعريه كده. طبعا انا بقولك هنا ما عادش فيه شوك، ما عادش بيشوك، يعني مجرد ما بيوصل الميه والميه بتغلي كمان الشوك هنا بيطير تمام خالص. يعني ايه فايده التين الشوكي او القشر بتاعه؟ ان بيدي لمعان للشعره، علشان ما حدش يديكي معلومه بالغلط، مش اكتر من كده. بقيه المواد اللي انا حطيتها فايده الدنيا كلها فيها، افيد من الادويه اللي انت ممكن تجيبيها، والله العظيم مفيده جدا جدا جدا. مش هديكي معلومه الا لو كنت انا متاكده منها بنسبه مليون في الميه. استعمليها الصبح وبالليل، وافركي الشعر كويس قوي، واستعملي اي مرطبات لشعرك لو انت حابه. لفي شعرك زي ما انت عايزه او عادي خالص. بعد شهر 30 يوم، شايفين انا ببخركم كمان تشوفوه، بعد شهر 30 يوم شوفوا النتيجه عامله ازاي. انا هنا بوريكم شعر بنتي كان عامل ازاي. وعلى فكره والله العظيم والله العظيم كمان بيساعد على فرد الشعر على المدى البعيد. انا يعني مش بتكلم ان انا هستعمله النهارده الصبح شعر هيطول وشعر بنتي هيطول والشعر مش هيقع وهيفرد، لا بالعكس انا بتكلم على المدى البعيد. استمري بس في الوصفه، واستمري كمان في الخطوات والنتيجه، وان شاء الله النتيجه تعجبك. دوسي لايك لو تكرمتي للفيديو، ولو سمحتي اشتركي في القناه لو لاول مره بتشاهديني. دعوه حلوه من قلبك بظهر الغيب كده باني استمر في شغلي، وان ربنا يحسن ما بين ايدينا، وان ربنا يوفقنا ويرضى علينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اشتركي في القناه لو سمحتي، ودوسي لايك للفيديو، مش هيغرمك حاجه لو دوست لايك. سيبي الفيديو شغال للنهايه وتابعي الحلقه، ولو الفيديو عجبك شاريه عشان تاخدي اجر اللي يتفرج عليه ويشوف النتيجه ديت كمان. تستفادي منه والكل يستفاد منه، لانه فعلا مفيد جدا جدا، بدل ما نوصل للدكاتره ونصرف فلوس كتير جدا على ادويه، وفي النهايه في ادويه بتجيب وفي ادويه ما بتجيبش. انا هنا بوريكم شعرها كان مجعد في ايدي عامل ازاي، وبوريكم هنا شعرها عامل ازاي معايا. يا رب الفيديو يعجبكم، ويا رب كمان. انا هنا كنت متضايقه منهم قوي، عمالين يضايقوني. مش عايزه اقول لكم قد ايه طبعا انا خارجه من فتره نقاهه عامله ازاي ان كانت مرض. انا الفيديو ده معايا بقاله فتره طويله جدا، مش عايزه اقول لكم بقاله اكتر من شهر، ومش عارفه ازاي انزله او اسجله. الحمد لله ربنا عني ان انا اسجله. هنا بوريكم والله العظيم ما حطيت اي حاجه غير اللي رشيته قدامكم على شعر بنتي. شايفين النتيجه عامله ازاي؟ اقسم بالله ما حطيت اي حاجه. ان شاء الله النتيجه تعجبكم وتعجب اولادكم وتوصلوا نتيجه كويسه جدا، وربنا دايما يجعلني دايما افيد ما اضرش حد. ويا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. دوسوا لايك للفيديو، واتمنى ان انا اكمل واستمر. اتمنى تدعوا دعوه حلوه من قلوبكم، ربنا يحسن ما بين ايدي وايدكم، وربنا يكرمني ويكرمكم، ويجعل بيوتنا كلها خير وبركه وامان وستر ورضا ورحمه من عند الله، وربنا يسترها معانا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اسيبكم واستودعكم في الله ان شاء الله.